الدولة القومية. ايه بقى هي الدولة القومية؟ الدولة القومية دي بقى يا معلم في حاجة بسيطة قوي. الدولة القومية دي عبارة عن، هي جاية من كلمة قوم. قوم دي اللي هي كل قوم مع بعض كده، تمام، بيستقل بذاته. ازاي بدأت بقى الدولة القومية؟ ازاي بدأت أصلا أوروبا تتعمل كخريطة؟ تعال أقول لك. اوروبا دي انا دلوقتي، اوروبا دي كانت كلها سايحه على بعضها في الاول. فانا دلوقتي لما اجي اشوف انا عايز اقسمها، ده مثلا بيتكلم فرنساوي فهفضل ماشي مثلا قابلت ده يا معلم ده بيتكلم برضه فرنساوي، اوروبا ده تبعي. ده بيتكلم، مش قصدي فرنساوي بمعنى الكلمه، ده بيتكلم لغه معينه، مش قصدي لو كانت في فرنساوي في ايطالي، لا لا، ده بيتكلم لغه معينه. فانا ده بقى معايا في نفس القوم، اوروبا ده هنفضل ماشيين 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 لحد ما نلاقوا ناس بتتكلم نفس اللغة، يفضلوا مجمعوهم كل أرضنا لحد ما نلاقوا ناس بتتكلم لغة تانية. خلاص احنا عملنا حدود. وهنا خلاص يعني الحدود اتحطت على حسب اللغة. الحدود اتحطت على حسب ايه؟ حسب اللغة بتاعتي. كل قوم بيتكلم لغة واحدة معينة، بقى ليهم حدود معينة، قسموا حدود معينة على حسب اللغة بتاعتهم. تمام، فهمنا؟ يعني أوروبا اتحددت على حسب اللغة، كل بلد استقلت بذاتها على حسب اللغة. تمام. تعالى بقى أقول لك ازاي أوروبا دي كلها، أوروبا ايه ده؟ أوروبا دي كلها بقت نظام ملكي. ازاي بقى نظام ملكي؟ نظام اللي أنا كل، مش احنا قسمنا خلاص كل قوم مستقل بذاته؟ كل قوم بقى هيعين على نفسه ملك. كل قوم هيعين على نفسه ملك. الملك ده هيبقى هو ملك الشعب ده بقى كده. يعني انا مثلا جيت قسمت الحدود دي، هوبا دي بقت فرنسا. قسمت دي الحدود، دي بقت ايطاليا. دي بقت مثلا اي بلد في اوروبا، مثلا البرتغال مثلا. ده قسمت مثلا بقى اي بلد تانية في اوروبا كده. فانا قسمتهم لبلاد. تمام. كل بلد بقى من دي عينت على نفسها ملك. الملك ده من نفس القوم بتاعهم وبيتكلم في نفس اللغة بتاعتهم عشان يعرفوا يتواصلوا مع بعضيهم.